لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأن سعيكم سوف يرى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم للأجر والثواب وفيها نعيدكم للجود والتراب ومنها نخرجكم للعرض والحساب بسم الله وبالله ومن الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون يا عبد الله ابن أمة الله أيها الناس هذا الجنة حل لآياته يرحمك الله يرحمك الله ذهبت عنك الدنيا وزينتها وسلك الآن في برزخ من برازخ الآخرة فلا تنسى العهد الذي فارقتنا عليه في دار الدنيا وقدمت به إلى دار الآخرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وبأمثالك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يفزعاك ولا يرهباك واعلم أنهما خلق من خلق الله تعالى كما أنت خلق من خلقه فإذا أتياك وسألاك وقالا لك من ربك ومن نبيك وما دينك وما إمامك وما قبلتك ومن إخوانك
ومع اعتقادك وما الذي مت عليه، فقل لهما الله الله ربي حقا. فإذا سألك الثانية فقل لهما الله ربي حقا. فإذا سألك الثالثة وهي الخاتمة الحسنى فقل لهما بلسان طلق بلا خوف ولا فزع الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والصلوات فريضتي والمسلمون والمؤمنون كلهم إخواني وإبراهيم الخليل أبي وأنا عشت ومت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمسك يا عبد الله بهذه الحجة واعلم أنك مقيم بهذه البرزخ إلى يوم يبعثون. فإذا قيل لك ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي الخلق أجمعين فقل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من ربه فاتبعناه وآمنا به وصدقناه برسالته فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. واعلم يا عبد الله أن الموت حق وأن نزول القبر حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الميزان حق وأن الصراط حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث المرء في القبور. نستودعك اللهم يا أنس كل واحد ويحفظنا ليس طيب الآنس وحدنا وحدك وارحم غربتنا وغربتنا ونقتل حجته فلا تقتلنا بعده يا الله واغفر لنا وله يا رب العالمين. ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم آنس الله وحشتكم ورحم الله غربتكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل الله حسناتكم. كالسلي Ampuni dan sinampuni terasa maaf beribu maaf. Alam barzakh tahu dosa besar ini tahu apa yang makin ini menasar karena api barzakh tahu sebut temuan kadang-kali ngerti kalian bahkan tak pernah kita mau ingat. Alam yang punya sekat pemisah yang hebatnya sekat pemisah itu adalah hanya satu arah. Beliau akan mendengarkan, jangankan kita berbicara dengan lantang menggunakan sauti gempa batin ini, bisikan-bisikan di antara kerusakan pun beliau dengan jelas innahum la asma wa adamikum kata Rasulullah. Orang yang sudah meninggal berada di alam barzakh ini mereka jauh lebih tajam pendengarnya kebanding sebelumnya. Nah,
sayang bercita-cita dari sayang. Apapun yang beliau harapkan tidak akan pernah terdengar oleh penghuni alasannya. Menasal kami itu sunat kita lepas salam di kubur, di makam. Beliau mereka semua keluarga dia akan pirangin dengan Nabi Namun salam dan doa keunggasannya. Lalu sekiranya tahu berjawab tengah merasa paling tadi hanya satu arah memang. Itulah yang dikatakan barzakh, alam yang punya penyekat dan pemisah, punya sekat dan pemisah. Harapan dia mudah-mudahan memang dia pun jadi tak tahu dengar, tidak tahu sudah dengar bagaimana implementasi mempraktikkan nafiah berbangsa baru. Sudah husnuzan billah, positive thinking atau berprasangka baik kepada Allah bahwa Nabi materi kandungan izin tauhid sabaru. Beliau dengan iman dan keimanannya kabul atau ngabul. Memang bahasa Arab walaupun saya tahu di dunia amalan, tapi tatkala Rasul meninggal itulah bahasa imannya. Sekali itulah bahasa imannya. Makanya dimuah atau jarang sekali dengan orang-orang yang akan bahasa atau bahasa Indonesia. Kenapa? Husnuzan atas keimanan beliau, dan mudah-mudahan jemaah ada barang-barang sarang-sarang husnuzan kepada Allah bahwa beliau akan mengamalkan Nabi materi talqin sabaru, bahkan lebih balik berbanding setiap sabaru. Mengusulkan sekali kuatkan husnuzan kita kepada Allah. Ala hadinnya Al-Fatihah.